أخي الكريم، السويداء والمنطقة تشهد تحرك تظاهري وسياسي وعسكري غير مسبوق، حيث شهدت قرى وبلدات محافظتي السويداء في المجيدل ودامة وقم وأم الزيتون وقرى اللواء والصورة الصغرى وعنز وأم الرمان والمزرعة وملح وإمتان وشهبة وصلخت وكثير من قرى ومدن السويداء مظاهرات طالبت بإسقاط النظام ورحيل الأسد وسط إضراب عام في السويداء وريفها، حيث يتظاهر كل يوم. والمظاهرات تؤكد أيضا أخي الكريم على سلمية الثورة واستمرار في التظاهر حتى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 2254 وإسقاط هذا النظام المجرم وخروج المعتقلين. يتظاهر الآلاف كل يوم من جميع المقارن الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية في ساحة السير، ساحة الكرامة بمدينة السويداء، بمشاركة وفود من قرى وبلدات السويداء، حيث يطالب المحتجين بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد، ويؤكدون على وحدة الشعب السوري وسط استمرارية حالة الإضراب والعصيان المدني. أخي الكريم، أيضا هناك مطالبات من المحتجين في الرفض لتدخل القسد في السويداء بحجة الدعم والمساعدات. هذه يعني شعارات أطلقت في الأمس، ويؤكد المتظاهرين على سلمية الثورة بعد أن أكدت القنوات الإعلامية كما شاهدتم في الأيام القادمة أن هناك عناصر داعشية سوف تقوم بالتخريب والدخول إلى مدينة السويداء. هل هناك خشية من ذلك يا سيد منيف؟ نعم، هذا النظام المجرم عند خروج أي مظاهرة، كنا في محافظة درعا والسويداء وفي كل سوريا، يأتي النظام بهذه العناصر الداعشية لزعزعة الفوضى وزعزعة النظام. وهذه أصلا هذه العناصر تأتي من النقاط أو من المناطق التي يعني في مناطق دمشق من السيدة زينب أو من منطقة البادية الحماد، المناطق التي يسيطر عليها النظام. نعم، هناك خشية وهناك حالات من التأهب والحرص من بعض الفصائل المحلية في مدينة السويداء، حيث أقاموا كما أسلفتم في تقريركم بوضع بعض الحواجز والنقاط الأمنية العسكرية لحماية المظاهرات والتأكيد أخي الكريم على سلميتها. ماذا عن التجاوب الحكومي مع مطالب السويداء، لا سيما بعد رفع سقف المطالب المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد؟ طبعا أخي الكريم، النظام عاجز عن تقديم أي مساعدة للشعب السوري. الوضع الاقتصادي في سوريا يكاد معدوم، هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. هناك بالعكس تماما قام النظام أو الحكومة السورية برفع مادة المازوت والبنزين إلى أكثر من ضعفين، مما عقد المشهد الاقتصادي والمعيشي في الساحة السورية. لا تجاوب مع مطالب المحتجين مستمرون على حراكهم الثوري. المطالبة والحقوق السلمية والعصيان المدني مستمر. المطالبة بإسقاط الأسد، والمطالبة يعني عندما يرى بشار الأسد أن الناس أو المحتجين في عموم سوريا من جنوبها لشرقها لغربها بإسقاطه، ماذا سيفعل بتقديم أي معونة أو مساعدة اقتصادية؟ إذن هو عاجز حتى في دمشق وفي الساحل أن يقدم أبسط أنواع الدعم للشعب السوري. أيضا هناك تأكيد أخي الكريم نعم من لجان الثورية المنظمة للحراك الثوري في محافظة درعا، تماشيا مع المظاهرات ودعم للحراك الثوري في مدينة السويداء وبقية المحافظات، أصدرت لجان الثورية بيانات باستمرار أيضا توسيع رقعة المظاهرات في الجنوب السوري، تأكيد من أبناء محافظة درعا على استمرار الحراك الثوري في المحافظة، ودعوة من كافة أبناء الشعب في المحافظة بالخروج بمظاهرات يومية تطالب أيضا بثوابت الثورة السورية، والتي تتلخص بإسقاط نظام الأسد وإخراج المعتقلين، وذلك تماشيا مع القرارات الدولية. وأكدوا على بعض النقاط بقطع الطرقات الاستراتيجية في المحافظة والتي تعتبر الشريان الأهم لنظام الأسد. أيضا إطلاق حملة كتابية للشعارات الثورية المطالبة بإسقاط نظام الأسد، والبدء وبشكل تصاعدي بإغلاق المقرات الحزبية التابعة لحزب البعث كما حدث في مدينة السويداء، حيث يتم إغلاق كافة المقرات التابعة للفرق والشعب الحزبية
وإغلاق فرع حزب البعث كما حدث في مدينة السويداء، وتأكيد ثوابت الثورة بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من العبث والتخريب أو تسلل جهات مشبوهة، كما يعني روج النظام لرواية دخول الدواعش إلى مناطق الحراك الثوري. كما يعني هناك ملاحظة هامة أخي الكريم، تفضل. يعني طالب بعض المحتجين في مدينة السويداء بمحاربة إيران وحزب الله بمقاطعة مادة الكبتاجون والحشيش المنتشرة في مدينة السويداء، ومحاربة الناس أو العناصر التي تستخدم هذه المادة لتخريب الفكر الشاب والوعي في هذه المحافظة. أيضا هناك أخي الكريم يعني لافتة كبيرة أو لفتة كبيرة، مشاركة العنصر النسائي في التظاهر في محافظة السويداء، وهذه ظاهرة تكاد تكون الأجمل في الحراك الثوري السلمي في درعا والسويداء. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي منيف الزعيم على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من مدينة السويداء.